السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عليكم هذا الشهر، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمناو، والله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم جيتكم بواحد المعسله اللي خطيره بزاف وزوينه ولذيذه. كما كتشوفوا انا عندي كيلو ونص ديال الكاوكاو اللي غليته في شويه ديال الماء مع الحامض والزهر وقطيره ديال الروح اللوز، وهنا غادي ندخلوه للفران. ما نخليوه ينشف ليله كامله ونرشوه هكا بالزيت وندخلوه الفران باش يتحمر. ودابا غندوزو العجينه السحريه الرائعه بزاف اللي حضرت بهاد المعسله. المهم هنا كما كتشوفوا عندي 6 الكيسان ديال الطحين بهاد العبار هذا قياس العنبه. كنديروا شويه ديال الملحه وكنديروا العسل، 2 المعالق صغار يعني هي معلقه كبيره، وكنضيفوا ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى من فئه 8 غرام، وغادي نضيف شويه ديال لا كريم فريش، واحد الكاس صغير بقياس ديال الكاس ديال دانون. انا ما توفرش عندي كاس ديال دانون مسوس، ولكن عوضته بلا كريم فريش وجات العجين رائعه بزاف. المهم كما كتشوفوا هنا ضفت نص كاس ديال الزيت صافي، وغادي نجمع هذا الخليط كامل بجوج كيسان ديال الماء. المهم الطحين على حسب يعني كل طحين وشحال كياخد ديال الماء. المهم انايا خدمت بالكاس الاول وبقيت كنضيف الكاس الثاني غير بشويه بشويه، لان العجينه ما خصهاش تجي جاريه، خصها تجي قاصحه باش ما تمحنكمش في التوريق. المهم كما كتشوفوا راه ما خداتش معايا 2 الكيسان ديال الماء، خدات معايا كاس ونص ديال الماء اللي خدات معايا. وكما كتشوفوا كنقص في العجينه باش نبين لكم بانها راه كتجي قاصحه البنات، ما كتجيش مرخوفه. وغادي نغطيو العجين ونخليوها ترتاح. والكاوكاو ديالنا هو تحمر مزيان وجا مقاد في التحمار. هنايا السكر غادي نستعمل غير هذا القياس هذا، لاننا غنضيف واحد المكون اللي كتجي المعسله به رائعه، يعني ما خصناش نضيفوا السكر بزاف. هنايا غادي نضيف 4 ديال الشوفان، واحد زليفه، وغادي نحمرها ب2 معالق ديال الزبده. عرفتي كتعطي واحد المذاق البنات خطير مع المكون اللي غادي نوريكم، وغنضيفوا معاه كتجي واحد المعسله ما تسخاوش تشبعوا منها. المهم كما كتشوفوا انا حمرت الشوفان، كيجي المذاق ديالو فحال البسكوي. غادي نطحن الكاوكاو ديالي، المهم غادي نطحنو مزيان، وكل طحنه كنضيف فيها واحد شويه ديال السكر باش يذوب معاه ويمتزج مع الكاوكاو. المهم كنخلطو مزيان كما كتشوفوا. كيجي القوام ديالو كتجي باش يعني كياخد داك القوام ديال العقده ديال بحال العقده ديال اللوز. المهم بهذا الشكل هذا. وغادي نطحن الشوفان في الطحانه ديال القهوه باش يطحن باش يولي بودر، يعني ما يبقاش باين في هذيك المعسله، كيعطي غير المذاق ما يجيش باين، يعني باين الحبه ديالو خصو يتطحن مزيان. وكنطحنوه في الطحانه ديال القهوه من بهذا الشكل هذا حتى كيولي بودر، وكنضيفو على هذاك الكاوكاو. صافي هنا البنات طحنت الكاوكاو، طحنت الشوفان. غادي نضيف المنسمات اللي غنسم بها. هنايا غادي نضيف واحد المعلقه ديال صغيره ديال القرفه، المهم القياس ديال القرفه على حسب الذوق ديالكم. وغادي نضيف شويه ديال الزهر اللي غادي نضيف غير شويه باش نجمع هذا الخليط، و2 معالق كبار ديال الزبده. ها هو المكون البنات الخطير اللي كيضيف واحد اللذه واحد المذاق لهاد المعسله، يعني كيجي رائع بزاف. ممكن نضيفو هنايا 2 معالق كبار ديال نيسلي كراميل، وتنعجنو هاد العقده هذه، يعني حتى كنعجنوها مزيان حتى كتولي كتشكل معنا باش ما تعذبناش في الخدمه. ومن بعد كندوزو العجين. وهنا راه منسى مع البنات ديال مجموعه صدق والتعاون في اللايف مجمعين وخدامين. كما كتشوفوا كتجي بهذه الطريقه هذه، يعني كتشكل معنا بكل سهوله. وكما كتشوفوا الزهر راه ما خديتش بزاف، غير 2 معالق، يعني باش ما تجيش الزهر غالب على المذاق ديال نيسلي كراميل. هنا غادي نخدموا هاد الورقه الفيلو بمايزينا. المهم كما كتشوفوا غادي نشكلوها هنايا ل 16 كره. كما كتشوفوا غادي نقطعوهم غير صغار باش كل ورقه غادي تجي فيها 5، وحده غادي تجي فيها 6. 2 غيجيو فيها 5 ديال الكرات، وحده غتجي فيها 6. علاش كنصغروهم؟ باش الورقه ديال الفيلو تجي رقيقه بزاف ما تجيش غليظه. المهم هنا غادي نغبروا بالمايزينا البلاطو اللي غنديروا فيه باش ما يلصقش،
ونعاودو نغبروه من الفوق، يعني من التحت ومن الفوق، ونغطيوه بواحد الساشيه ونغطيوه بشي زيف ونخليو هاد العجين حتى ترتاح، يعني باش نخدموها ما تكونش قاصحه، يعني تطلق معنا العجين وتجينا حتى سهله في التورق وتورق مزيان. المهم كما كتشوفوا خديت الكره الاولى غادي نبسطها مزيان، يعني غادي ندير وحده فوق وحده، ونحاولوا ما امكن ان تكون كل كره قد الاخرى. المهم هنا غادي ندير الثانيه، وما بين الاولى والثانيه غادي نغبر مزيان بمايزينا باش مني نورقوها كامله يعني في دقه ما يلصقوش معنا الورقات، يعني تحلوا معنا الورق بكل سهوله، يعني ما تجيش الورقه شاده في الاخرى. كما شفتوا راه كملتهم كاملين بنفس الطريقه وبنفس الشكل، يعني عطاتني 5 5 في كل ورقه، وحده فيها 6 كما كتشوفوا البنات. هي التورقات عرفتي جات خطيره وجات رقيقه بزاف وتلعبي بها كيف ما بغيتي، يعني كنكمش فيها وتنعاود نطلقها وتطلق معايا. وهاد الورقه ديال الفيلو تقدري تخدمي بها المعسلات وتخدمي بها حتى المملحات، راه كيجيو رائعين البنات. المهم كما كتشوفوا خديت هذاك العقده ديالي ديال الكاوكاو ودرتها في العجين وبديت كنلف يعني بحال الرول هكا، ومن بعد كنحاول انني نجمعها باش كنعطيها داك الشكل ديال التكماش كيف ما شفتوا البنات. كنبقى غاده بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل لاطه ديالي، ونبعد شويه ما بين كل وحده وحده باش في التحمار ما تبقاش خضره من الجناب، يعني تحمر كلها بقياس واحد. وتقطع البنات قطعوا بالشكل اللي يريحكم، المهم الاحجام اللي بغيتو. تقدروا تصغروا على هاد التقطع اللي درت انا، تقدروا ديروها طويله، انا صغرتها لان جات غليظه وجات عامره بالحشوه، درت ليها التقطع انا وجا مزيان. المهم كما كتشوفوا هنايا عندي الزبده بنوعيه جيده، يعني زبده سبيسيال ماشي الزبده المارغرين، وكنذوبوا الزبده وتنخليوها حتى كتبرد واحد شويه، وكنبداو نضيفوها على هاد المعسله هذه لان غادي طيب في هاد الزبده هذه، راه كتجي المذاق ديالها زوين بزاف. المهم راه كما كشفتوا راه غرقتها بالزبده من التحت باش طيف هذيك الزبده وكيتحلوا هذوك الورقات، دوك الطبقات كيتحلوا. انا كما كتشوفوا البنات راه طيبتها دخلتها للفران ونقصت عليها البوطه وخليتها حتى تحمرت على خطره كيف ما كتشوفوا، يعني ما نجهدوش على البوطه، نقصوا نخليوها كطيب. مني تخرج سخونه يكون العسل بارد ونضيفوها عليها، يعني ديك السخونيه ديالها كتخلي داك العسل كيتشرب وكيشد فيها. ومن بعد تقدروا تجمعوها في شي بواطه وديروها في المجمد، راه كتبقى مده طويله. كما كتشوفوا البنات جا داك العجين خطير بزاف، يعني احسن من ورقات الفيلو وكيجي في الخدمه ساهل، عجينه اللي سحريه. كما كتشوفوا انا نحلها لكم من الداخل وتشوفوا كيفاش دايره. المهم راه جات عامره بالحشوه والورقه جات خفيفه بزاف، وكما كتشوفوا شوفوا راه جات مفروقه مني درنا الزبده ودخلنا الفران، جات كل طبقه بوحدها. ومن هذا الفيديو هذا كنبغي نوجه الشكر الخاص لمجموعتي، المجموعه الرائعه مجموعه صدق والتعاون، اقوى واصدق مجموعه في اليوتيوب برئاسه العملاق اتوميكس فلوغ، يدعم في جميع الشروط ساعات العصافير الدولار والمشاهدات من فرنسا بهواتف حقيقيه والدعم صادق وبالمجان. وكنوجه الشكر الخاص للمشرفات الرائعات سكينه، ايمان، صالحه، عبد الله، عزه، دلائل. شكرا لكم بزاف وتحيه قويه لكم بزاف. وكنشكر اعضاء المجموعه اسم وكنبارك لكم العواشر كاملين، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه والرزق والتيسير. ايوا نتمنى هاد المعسله تعجبكم بزاف وديروها لان صراحه تستحق التجربه ولذيذه ورائعه بزاف، والمكونات سهله وبسيطه كيف ما شفتوا معايا. وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وما تنسونيش من التعاليق المحفزه ولايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم مني كل جديد وبالصحه والراحه.